السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد مع مسيلم العشاب. مسيلم العشاب كيقول لك باللي الصلاة ليست عبادة، وكيقول واحد الكلام اللي هو خطير جدا. كيقول باللي علاش الا جيتي الناس لقيتوهم سبقوك للصلاة علاش غادي تصلي؟ علاش غادي تصلي انت؟ وكيقول تقدر تصلي بلا وضوء، يعني تصلي بلا وضوء. مع كلام مشمئز. وغادي نسمعوا الاخ اللي كيقول لي ولد اختو، كيقول لي خالي، كيقول لي خالي، نشوفوا اشنو كيقول شي تفاصيل اللي هي خطيره جدا. ونسمعوا حتى الاخر. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير واحد الجيم وتشترك على الجرس باش يوصلك كل جديد، واشترك في القناه وهيا بينا. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرى لأحبتنا الكرام، بشرى لأهل الحق، لأهل الدعوة، بشرى لمشايخنا الكرام، بشرى لقرائنا وفقهائنا، بشرى لكل من تتبع هذا المسلسل الذي يعني نهايته أصبحت وشيكة إن شاء الله. فمسيلمة العشاب يعني بسبب خرجاتي وبسبب شهادتي فيه يعني لم يعد له ما يخفيه، وهو الذي الآن سيخرج ما بجعبته من حقد دفين لأهل الحق ولأهل الدعوة، ويتبين على أنه صهيوني أكثر من الصهاينة وعلماني أكثر. نعم، اللهم عافينا جل شيء خطير من العلمانيين، ويعني أبان على حقده الدفين لأهل الحق ولأهل الخير. يعني مع هاد القضية غادية وكتزيد وكطول، مع هاد الفايت كيخرج بشي حوايج اللي هي خطيرة جدا. فكانت الحمد لله ردودي عليه يعني لها أتت بثمارها وبأكلها. فاسمعوا إلى آخر صيحات موضة مسيلمة العشاب. الصلاة ليست عبادة، لا زلت أقولها. أردت أن تركع لله فاركع بدون وضوء. الصلاة ماشي عبادة، وإلا بغيتي تركع لله ركع لله بدون وضوء. والركوع راه هزو من السجود من الصلاة، والصلاة إلا ما كنتيش موضي راك عارف وما كانش عندك عذر، ولكن هو كيقول لك يعني زايد ناقص. الناس كيدخلوا كيلقاو الناس راكعين الركعة الثانية تيقول لك ندخل معاهم في الصلاة. لماذا تدخل معاهم في الصلاة؟ باش يحكم الصلاة كاملة، ما عرفتيش علاش؟ هي 70 واحد كلها تدخل معاهم في الصلاة. دابا بحال هذا غادي يردوا عليه العلماء، وبحال هذا غيردوا عليه المشايخ، وبحال هذا غادي يسترعي اهتمام المغاربة والمسلمين والعرب جميع الأقطاب. يعني الحمد لله أصبناه في مقتل، والحمد لله يعني أخرجنا ما بجعبته الآن، ولا زلنا ننتظر ما بجعبته. فمسيلمة العشاب الله يجزاك بخير، استمر على ذلك. من يتجرأ على أحد عماد الدين وأحد أركان الإسلام، الصلاة عماد الدين، ويقول لها بأنها ليست طاعة، وبأن الكهنوت، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكهنوت. لم يتهمنا أو لم يتهم المشايخ والقراء، بل اتهم قائد الأمة الإسلامية ورسولها ونبيها عليه الصلاة والسلام بأنه كهنوت. فعندما تسمع الكهنوت الآن فاعلم أن المقصود وحاشا لله أن مسيلمة العشاب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد غيره. لأن مسيلمة العشاب شنو كيدير؟ إلا مشى حتى قال الكهنوت، أي واحد كيما بغا يكون النوع ديالو، كانت عندو اللحية، لابس القميص داير السنة، كيهضر في الحق أو كيعارضو في الحق، كيسميه كهنوت. أي واحد كيقول الحق وكيوجه مسيلمة العشاب كيقول عليه كهنوتي. خرج في إحدى خرجاته البهلوانية، ويعني تقمص دور الكاسيات العاريات في الترويج لمنتوج في منتوج يعني مستخلص من زيت الزيتون في ماليزيا. لماذا؟ لأن استغلوا شهرته واستغلوا حاجته للدرهم والدينار، فذهبوا به إلى ماليزيا لكي يلعب دور الكاسيات العاريات اللواتي يظهرن على الإعلانات في ترويج للماركات العالمية وللمنتجات.
ظهر في صورة استغربت لها. في هذه الصورة ظهر يعني رفقة أخوين فضليين يرتديان الكوفية الفلسطينية وهو لا يرتديها. لماذا؟ الجواب لأنه صهيوني أكثر من الصهاينة. هذا قصف مباشر وجميل جدا. يعني الإخوان شو الفلبيين وسميتو دايرين داك سميتو ديال فلسطين داك الشعار سميتو، ولكن الفايد مسيلمة علاش غادي يديرو؟ مسيلمة العشاء فاش غادي. قال في مقطع ثانيا أن يصرفوا الدين من حياة الناس، أن الدين أن الناس كلهم الآن يعني كل شيء عنده دين. يشمل الحياة الدين منك الله، تعبد الله، تصلي، تصوم إلى آخره، لكن يجب أن يبتعد من الحياة الاجتماعية. بالتالي يكون يعني علمانيا أكثر من العلمانيين. ظهر في العديد من المقاطع الآن يترنح، وظهر الآن يعني يبحث عن كل شاذة وفاذة، كل ما صغيرة وكبيرة، لكي يثير يعني المشاهدين، ولكي يعني يقول بأنني يعني أنا غنخرج لكم وأنا غندير أنا غنفعل أنا غنترك. نسى الرقات ونسى المرقبات ونسى الإخوة الأفاضل، وذهب الآن ليطعن في أركان الإسلام. سوف يأتينا إن شاء الله، وأنا أنتظر مثل هذه الخرجات، سوف يأتينا أخيرا ليقول لنا أنا ربكم الأعلى. أقول أن من فشل فشلا ذريعا في مساره المهني، ومن فشل فشلا ذريعا في يعني مشروعه الأسري، ومن فشل فشلا ذريعا في تجاربه وفي أعماله إلى غير ذلك، فالحمد لله هذه نهايته، نهاية المأساوية. الحمد لله على أن تبين للعديد من الناس ولجميع الناس داخل المغرب وخارجه بأن هذا الشخص فاقد لأهليته، وهو فعلا فاقد لأهلية التصرف في ماله، فهو ليس له قدرة على التصرف في ماله، لأنه يعني الولاد حجروا عليه وهم الذين يتصرفون في كل ما يملك، واضح؟ وليس له حرية في التجول ولا في قلنا ما كيصليش طعم الصلاة، قلنا ما كيمشيش الجمعة طعم الجمعة. قالوا بعض الإخوان بأنه يتناول الخمور، قال بأن الويسكي حلال. 45 درجة هذه ليست خمر، هذه محلول كيماوي الإيثانول، هذا ليس خمر. هذه مثل الويسكي، مثل هذه الأشياء اللي عندها 45 درجة و50 درجة، 45 درجة و50 درجة هم يأخذون من شيء بسيط ويزيد عليه ماء، فهذه ليست خمر، هذه تسمى محلول كيماوي للإيثانول، لا نسميها خمر. يا ليل يا ليل يا ليل، لا نسميه خمر. الويسكي المهم ولو أنه يكون في 1% فهو يسمى خمر. أحببت أم كرهت، ولكن هو كيقول لك الويسكي 50% ديال سميتو راه حلالا طيبة يا سلام. تسماش فان واين، هي أشياء أخرى. هذا إيثانول خالص، إيثانول هذه كحول خالص مع ماء يضيف. قال بأن يعني العديد من الأمور، قلنا لي كيبيع وشري، قال لك مشى لماليزيا يعني لكي يتحدى الجميع، وبالتالي الحمد لله على أنه أظهر بأننا صادقين فيما قلنا. نسأل الله لي ولكم التوفيق. تحية طيبة والسلام عليكم. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم عافينا ولا تبتلينا، والسلام عليكم.